قوة النوم، ازاي تنام صح وتوصل لأفضل نسخة من نفسك. من الآخر، ازيكم يا جماعة عاملين ايه؟ النهاردة هنتكلم عن قوة النوم. الموضوع ده ممكن يغير كل حاجة في حياتك. هتكتشف معايا ازاي تحسين نومك ممكن يخليك تحقق أقصى أداء في شغلك، في الرياضة، صحتك النفسية، وحتى في علاقتك. هنتكلم عن علم النوم ونكشف أسراره، وهديك خطوات عملية تحسن بيها نومك، تصحى نشيط وتعيش بأعلى طاقة. جاهز؟ يلا بينا. هو أنا ليه أصلا محتاج أنام كويس؟ مش كفاية 4-5 ساعات؟ بص يا بطل، النوم مش رفاهية، ده احتياج بيولوجي زي الأكل والشرب. لو ما نمتش كويس هرموناتك هتتلخبط، مناعتك هتضعف، تركيزك هيقع، ومزاجك هيبقى زفت. النوم الكويس بيصلح الجسم، بيرمم المخ، يساعدك تتعلم وتحفظ وتركز أحسن. وعلشان كده الناس اللي بتنام كويس إنتاجهم أعلى، قراراتهم أذكى، ومودهم أحسن. طب أعمل إيه عشان أنام أحسن؟ في نصايح عملية؟ أيوة طبعا، ودي أهم السليب هاكس اللي ممكن تغير نومك 180 درجة. أولا، حافظ على جدول نوم ثابت، يعني نام واصحى في نفس الوقت كل يوم، حتى في الويك اند. المخ بيحب الروتين، اول ما يتعود على ميعاد ثابت هتلاقي نفسك بتنام اسرع وبتصحى من غير منبه. تاني حاجة، خليك ذكي. قبل النوم بساعة طفي الانوار القوية، خفف الاضاءة، خليها دافية خفيفة. الضوء الازرق من الموبايل والتليفون والايباد بيقلل هرمون الميلاتونين، وده الهرمون اللي بيخليك تنام. تالت حاجة، خلي الأوضة جنة النوم، حرارة معتدلة من 18 ل 20 درجة، طفي الانوار، سرير مريح ومرتبه كويسه. يا ريت الموبايل بره الاوضه لو تقدر. طب وهل الروتين قبل النوم فعلا بيفرق ولا كلام فارغ؟ لا، مش كلام فاضي خالص، ده واحد من اقوى الاسلحه لتحسين النوم. جرب اللي هقولك عليه ده لمده 20-30 دقيقه قبل النوم. اقرا كتاب، اسمع ميوزك هاديه، مارس تمارين زي التنفس او المايندفولنس، ابعد عن الاخبار والسوشيال ميديا تماما. الروتين ده يبعت رسائل للمخ، يلا نبدأ نهدى عشان نستعد وننام. طب الأكل والرياضة ليهم علاقة بالنوم؟ طبعا، علاقة وثيقة جدا. بالنسبة للأكل، بلاش وجبات تقيلة قبل النوم بساعتين على الأقل. قلل من الكافيين منشط المخ، وده موجود في القهوة وفي الشاي، وطبعا في مشروبات الطاقة. أكلات بتحسن النوم بقى شوية زي الموز، المكسرات والشوفان والزبادي، كلهم مليانين مغنيسيوم والتريبتوفان اللي بيساعد على الاسترخاء. بالنسبة للرياضة، التمرين اتثبت انه بيحسن جودة النوم، بس خليك ذكي، ما تتمرنش جامد ساعة قبل النوم عشان جسمك يلحق يهدى. افضل وقت للرياضة الصبح او بعد الظهر. طب لو جربت كل ده وبرضه لسه مش بنام كويس؟ لو جربت كل الاستراتيجيات اللي انا قلتها دي ولسه عندك أرق او نوم متقطع، ممكن يكون في أسباب تانية زي قلق وتوتر نفسي، مشاكل أثناء النوم في التنفس زي السليب أبنيا، أو اضطرابات هرمونية زي خلل في الغدة الدرقية أو زيادة في الكورتيزول. ساعتها بنصح بزيارة الدكتور يكون متخصص في النوم او طبيب غدد زي حالاتي. الخلاصة يا جماعة، النوم مش رفاهية، مش حاجة بنضيع بيها وقتنا. النوم أساس الأداء والطاقة والصحة. فلو عاوز تكون النسخة الأقوى من نفسك، التزم وابدأ من النهاردة. ظبط جدولك، اعمل روتين قبل النوم، كل صح واتحرك، وصدقني بعد كام يوم بس هتحس انك بني ادم جديد تماما. ولو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل له لايك، شير وسبسكرايب عشان غيرك يستفاد. وهو ده قوة النوم، ازاي تنام صح توصل لأفضل نسخة من نفسك. من الآخر.